السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب وعلى أمة محمد أجمعين. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الزلابية او لقمة القاضي او العوامات. تعالوا بقى كده بسرعة اقول لكم عملناها ازاي. اول حاجة هنعمل السيرب بتاعها او الشربات. هنعمل ايه؟ هنحط كوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية، انا عايزاه شربات تقيل، عليهم عصرة ليمونة وعليهم معلقة عسل كلوكوز. انا هنا محطتش عسل كلوكوز لان انا كان عندي شوية شربات تقيل جدا، فكنت بعد ما خلاص ما يستوي الشربات بتاعي كنت اضيفهم عليه، فانتي تزودي معلقة عسل كلوكوز على المقادير اللي انا حطيتها دي. تمام كده تمام كده. هسيبهم على النار، اول ما ياخدوا غلوة اعد كده 12 دقيقة بالظبط وهروح طافية عليه. خلاص كده. وبعد كده هزود باكت فانيليا بعد ما اطفي عليه وبقلبه. تعالوا بقى نقول عملنا ايه. معايا بقى ايه؟ معايا 400 جرام دقيق او 4 كوبايات، الكوبايه تبقى 100 مللي، 100 جرام. نص معلقه ملح صغيره، معلقه كبيره سكر، 4 معالق كبار نشا، 2 معلقه حليب بودر، معلقه بيكنج باودر تكون 8 جرام، معلقه خميره تكون 10 جرام، 3 معالق زيت، 2 كوب و3/4 كوب ميه دافيه، يعني بيساوي او بمعنى اصح 412 ملي. هنزل لكم المقادير طبعا في صندوق الوصف علشان ما تتوهوش من المقادير بتاعتي. عملنا ايه؟ حطينا بقى المقادير الجافه على بعضها ايه، وخدنا الخميره وحطينا عليها شويه ميه دافيين ونزلت عليهم على الدقيق، وبعد كده نزلت بالزيت. تمام كده. وهفضل اقلب. هنا انا حطيت 400 ملي ميه، بس حسيت ان العجينه بتاعتي تقيله شويه لان طبعا الدقيق بيختلف عني او عندك، فهزود كمان ربع كوبايه من اللي هي الكوبايات المعياريه دي، هزودها ميه. يعني انا بعد ما حطيت على المقادير دي 400 ملي ميه، زودت ربع كوبايه كمان اللي هي بتاع الكوبايات بتاع المعياريه دي، هوريها لك دلوقتي. هنا حسيت العجينه تقيله ازاي. بعد ما زودت 400 ملي ميه زودت كمان ربع كوبايه من دي بتاعت المعايير. وكده خلاص تمام، العجينه بتاعتي بقت مظبوطه. هقلبهم بقى ايه بسرعه كده. انا مش عايزه العجينه بتاعتي لا تكون سايبه ولا تكون تخينه، انا عايزاها تكون القوام ده. لسه هقلب طبعا المقادير كلها مع بعضها وهوريكم القوام في الاخر. نصلي على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد علشان نكمل بقية الفيديو. خلاص هسيبها قد ايه؟ هسيبها بقى تخمر ساعة وهرجع لكم، هغطيها بستريتش راب وهنرجع. خلاص بعد ما خمرت بقى عملت فقاعات كده، مش عارفة باينة ولا ايه. احاول بقى ايه اهبط الخمر بتاعها ده بمعلقة كده وهبطه، لانها طبعا تضاعفت جدا، بس ما بتهبطيها بترجع لحجمها الطبيعي. هنعمل ايه بقى؟ هجيب قمع، هدهن القمع ده زيت. تمام. وعندي ازازه فاضيه، اي ازازه عندك فاضيه. هسخن كده اي بوز مقص او اي بوز سكينه، وهمسك الغطا افتحه دايره كده. دي انجح طريقه تعملي بيها لقمه القاضي وتبقى معاكي كلها كور كده وحجم واحد. خلاص. تجيبي الازازه وتمسكي تقفليها بالغطا، واي بوز عندك كده تفتحي الغطا دايره كده صغيره، بس تسخني طبعا البوز ده على البوتاجاز او بالولاعه. هنا بقى كان عندي زيت اهو وسخنت الزيت، وبعد كده بقى ايه هبل المقص بتاعي زيت، واقطع بقى، اضغط كده ضغطه خفيفه على الازازه واقطع بالمقص. وكل مره بكرر طبعا ان انا ببل المقص بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ابل المقص واقطع كوره، بضغط ضغطه خفيفه خالص وبسيب ايدي تاني لحد انا عايزاها تبقى اللون اللي انا وريتهولكوا ده. تمام كده لحد دلوقتي فاهمين؟ اهو بسخن الزيت بتاعي وبعد كده ببل المقص زيت وبضغط ضغطه خفيفه كده بتنزل لي كور، فانا بقطع الكوره دي الحجم اللي انا عايزاه. طبعا هي الحجم بتاعها كل ما يبقى صغير بيبقى احسن طبعا. شايفين كلها ما شاء الله كور ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا عايزاها طبعا زي ما وريتها لكم اللون ده التحميره الاولى، انا عايزاها كده اللون ده.
تمام كده تمام كده. طيب انا عندي هنا كميه كتيره قوي، هعمل ايه؟ انا مش عايزه اعمل كل الكميه دي دلوقتي. هجيب اكياس التلاجة بعد ما حمرتها نص تحميره اهو، وهشيل في كيس التلاجة كل كيس على قد الاكله بتاعتي. يعني مثلا عندك عزومه في رمضان، عايزه تحضريها من قبلها بيوم، هتحضريها تقليها نص قليه وتحطيها في اكياس من التلاجة وتدخليها الفريزر، وبعد كده تطلعيها تحمريها في زيت سخن وتطلعيها على شربات ساقع. بس كده سهله ازاي؟ ممكن تعملي تضاعفي الكميه بقى وتطلعي كل يوم كده في رمضان ان شاء الله، او يوم ويوم يوم مش فاضيه كده تطلعي كيس تحمريه تاني في الزيت. يعني انت بتطلعي بتدخليها بنص تحميره وبتطلعيها على زيت سخن. خلاص كده هنحمرها بقى كده للمرة التانية. سخنا الزيت للمرة التانية اهو، وبعد ما الزلابية او العوامات بتاعتي بردت خالص هنحمرها تاني لحد بقى ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. ده اللون ده في ايديكي بقى، بتحبيها غامقة فاتحة ده في ايديك انت. انا هنا اهو بعد ما خرجتها من الزيت نزلتها على الشربات بتاعي تقيل، الشربات يكون بارد وتقيل، وبعد كده حطيتها في مصفى تصفي بقية الشربات بتاعها. وبس كده كانت الزلابية معايا خلصت وبقت زي الفل. شايفين؟ تحفة والله. وطبعا الاكياس اللي هي بتاعت التلاجة دي اللي هشيلها في الفريزر وهطلعها على التحمير على طول. سهلة جدا وهتعمليها بقى بكل سهولة، وبعد كده مش هتبوظ منك ان شاء الله. ما عادش لينا حاجة بقى تطلع ارنب، تطلع اسد، تطلع فيل، خلاص كلها طالعة كور اهي وبنفس الحجم. هنا اخدت بقى شويه هحط عليها شويه صوص كراميل كده وصوص شوكولاته. ممكن ما تحطيش عسل، تحطي سكر بودر اللي تحبيه. شوفي انتي تحبي تاكليها ايه وكليها. تمام كده. يا رب اكون بقى قدرت كده افيدكم وتكونوا فهمتوا توضيح. واي حاجه انتوا عايزينها في الكومنتات اكتبوها لي، اي حاجه انتوا مش فاهمينها اكتبوها لي في الكومنتات وانا هعيدها لكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوفي القناه تشتركي فيها وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنسيش لايك للفيديو بتاعي. وكل سنه وحضراتكم طيبين. وهنزل لكم برضو المقادير بتاعتها في صندوق الوصف وان شاء الله علشان تجربوها في رمضان. وكل سنه وانتم طيبين. يلا اسيبكم بقى واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، واشوفكم ان شاء الله على خير. يلا مع السلامه.